سيبك بقى من كل طرق الرنجة اللي انت عملتيها قبل كده وتعالي معايا شوفي الجديد. عايزة اقولك سلقت الرنجة والبنجر والبطاطس كده مع بعض في المية المغلية وعينكم ما تشوف الا النور. عملت بيها وصفتين يا بنات الاتنين احلى من بعض. اكتشفت في الاخر ان انا ما كنتش باكل رنجة. يلا بينا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول وكل سنة وانتم طيبين. معايا كده كيلو من الرنجة بحجم كبير زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تجيبي رنجه يكون نوعها كويس. الرنجه في انواع كتير منها فما تجيبيش اي حاجه، هاتي الرنجه الهولندي الحلوه زي اللي انا جايباها كده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسلق البطاطس والبنجر. ممكن تقشري البطاطس وتقطعيها مكعبات وتسلقيها بس تبقى في حاجه لوحدها، والبنجر تسلقيه برضو في حاجه لوحده. تمام كده، دي اول خطوه. بعد كده بقى في الميه هنحط بقى ميه بتغلي كده عندنا على النار، وهننزل بالرنجه بتاعتنا. اول ما الرنجة تنزل في المية ونلاقيها فتحت كده هنقوم جايين شايلينها على طول، يعني بس الجلدة تقوم جاية متسابة كده نقوم جايين شايلينها. ومش شرط ان احنا نسلقها يا بنات مع البطاطس ومع البنجر. اسلقي كل حاجة، يعني البنجر اسلقيه لوحده، البطاطس قطعيها مكعبات بس ما تخليهاش تتهري، تبقى متماسكة، تبقى مستوية ومتماسكة، وسويها لوحدها. تمام، يبقى احنا كده سلقنا البطاطس وسلقنا البنجر والرنجة حطيناها في المية المغلية لحد ما تلاقوا الرنجة فتحت والجلد اللي عليها كده اتشال لوحده كده، فصل كده لوحده. عايزة اقول لكم بقى ان الرنجة بتاعتك لو هي ملحها زيادة اول ما بتحطيها في المية المغلية كده وتفتح، الطريقة دي صحية جدا جدا عن الشوي. لو انتي بتحبي طريقة الشوي اكتر اشويها، بس طريقة المية المغلية دي صحية اكتر. حلوة قوي للناس اللي عندها ضغط وصعب ان هي تاكل حاجات حادقه. هنجيب بقى كده كوبايه من الطحينه، كوبايه صغيره من الطحينه، هنحط عليها شويه ميه سخنه وهنقلبها كده. هنحط بقى هي لسه تقيله شويه فانا بحط لها كمان شويه ميه. هنخفها كده كأننا بنعمل سلطة طحينة بس أنا عايزاها تقيلة سنة. هنحط شوية من الخل، هنحط معلقتين كبار من عصير الليمون، هنحط بصلاية كده كبيرة متقطعة، هنحط فلفل أخضر متقطع وقرن فلفل حامي، ولو فلفل ألوان عندك حطي برضو، رشة ملح بسيطة قوي لو انتي حاسة ان هي دلعة، رشة كمون. وهنضيف الرنجة اللي احنا مقطعينها خليينها ومقطعينها قطع صغيرة، ولو احنا لقينا شوك كده واحنا بنحطها نشيله. وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. ودي طبعا الطريقة اللي احنا متعودين عليها كلنا اللي هي الرنجة بالطحينة. حبيت اعملها معاكم علشان في ناس اللي هي لسه مبتدئين ما بيعرفوش يعملوها، فيبقى برضو الطريقة دي أساسية عندنا احنا متعودين عليها. هنحط 4 معالق كبار من المايونيز، وهنحط شوية عصير ليمون، وهنحط معلقة كبيرة من المستردة، هنحط كمان شوية فلفل اسود صغيرة، وهنحط شوية كمون. هننزل بالبصل بتاعنا وشوية من الشبت، شوية من الفلفل المتقطع وقرن فلفل حامي، وهنقطع البنجر اللي احنا حطيناه، وهنحط البطاطس والرنجة المتقطعة، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا كمان نسيت احط فص توم في الاول في الخلطه اللي احنا عاملينها في البدايه. طالما فيها بطاطس يبقى لازم نديها فص توم، حته توم صغيره كده. حطيت كمان شويه ذره حلوه هتدي الوان حلوه كده، وهتبقى وجبه كامله كده مغذيه، وكمان بتدي طعم حلو. عايزه اقول لكم طعمها فظيع. انا نسيت احط فص توم فحطيت فص توم وزودت شويه شبت، وحطيت كمان شويه ليمون لانها حسيتها ان هي كانت محتاجه ليمون، وكنت حاطه لها معلقتين خل. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا، جربوها. هنجيب بقى كده واحده فيليه من الرنجه ونزين بيها وشويه شبت على الوش. بجد طريقه حلوه قوي. انا كنت خايفه قوي مرعوبه لحسن يستغربوها، بجد نسفوها نسف كده بسم الله ما شاء الله. كنت عامله كمان كميه كبيره، يعني انتوا شايفين اللي في الطبق ده كان لسه فيه في البوله تاني، بسم الله ما شاء الله، يعني اتنسفت. دي اللي بالطحينه، حطيت عليها شويه بقدونس كده على الوش عشان ازينها، وشرايح من الليمون كده، شريحتين ليمون، وكمان حتت من الرنجه على الوش. بقت بالشكل ده كده. كده احنا عملنا طريقتين للرنجة، ادي طريقة اللي هي بالبنجر والبطاطس، وادي الطريقة اللي بالطحينة. وحطينا برضو كام حتة كده مخليين للي حابب ياخد مع البطارخ. وما ننساش بقى الطماطم المتقطعة مع فلفل اخضر مع بصل كده وعصير ليمون وشوية كمون، جميلة جدا جدا. يلا اتدلعوا بقى في العيد، كل سنة وانتم طيبين. جربوها وهستنى رأيكم. انا واثقة ان هي والله العظيم هتعجبكم جدا جدا، وهستنى بقى رأيكم في الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي.